احنا مش بنفرز عشان الفريزر يبقى مليان، احنا بنفرز علشان لما تيجي علينا ايام نكون مشغولين او تعبانين نلاقي حاجة جاهزة تساعدنا، بدل ما نقف كل يوم محتارين هنطبخ ايه وهنجيب ايه وهنصرف كام. وعشان كده النهاردة مش هقولك فرزي وخلاص، لا انا عايزة اقولك ازاي تفرزي صح، واللي فعلا يستاهل ياخد مكان في الفريزر، واللي ممكن يكون مجرد فلوس متجمدة من غير فايدة. اول حاجة ما تشتريش الاول وتفكري هتفرزي ايه بعدين. قبل ما تنزلي تشتري خضار للفريزر افتحي ورقة واكتبي احنا في البيت بنطبخ ايه فعلا. لان اكبر غلطة ممكن نعملها ان نشوف الاسعار نزلت فنشتري كمية كبيرة ونقول دي فرصة للتفريز، لكن هل احنا فعلا بناكل الكمية دي؟ لو بيتك بيستهلك 2 كيلو بسلة في الشهر، مش معنى ان البسلة رخصت انك تشتري 8 كيلو. التوفير الحقيقي مش انك تدفعي اقل في الكيلو، التوفير الحقيقي ان الحاجة اللي دفعتي فيها فلوس تتاكل كلها وتستخدم في وقتها. تمام. بعد كده هنحدد ايه اللي يستاهل يتفرز. الخضار اللي بتستخدميه بشكل متكرر من اول حاجة افكر فيها البامية مثلا، الفاصوليا، البسلة، الجزر، الملوخية، وبعض الخضار اللي بنستخدمه في الطبيخ. لكن كل نوع له طريقة مختلفة وما ينفعش نتعامل مع كل الخضار بنفس الطريقة. يعني ايه؟ يعني البامية اولا، البامية من الحاجات اللي لو اتجهزت صح هتريحك جدا. نختار الحبات كويس، نشيل الجزء غير المرغوب ونتعامل معاه حسب الطريقة اللي بنستخدمها في الطبخ. والاهم طبعا لازم تكون الكمية اللي في الكيس مناسبة لطبخة واحدة او استخدام واحد. ليه؟ لانك لو عملتي كيس كبير كل مره هتضطر تطلعيه كله هتفكي كميه كبيره من احتياجه، وده بيعمل لخبطه في الاستخدام. حاجه كمان زي الفاصوليا برضو من الحاجات اللي الناس كتير بتفرزها، لكن المهم جدا قبل ما تدخل الفريزر تكون متجهزه كويس، تتغسل وتتقطع بالشكل اللي تستخدمي بيه. ولو طريقتك في التفريز تعتمد على سلق سريع قبل التجميد، لازم تتبرد كويس او تبرد كويس قبل ما تدخل الفريزر. ودي قاعدة مهمة جدا، ممنوع نحط الأكل سخن مباشرة في الفريزر يا بنات. احنا عايزين نحافظ على جودة الأكل وعلى الفريزر نفسه. والبسلة والجزر، لو انت بتستخدمي برضو البسلة والجزر مع بعض في الطبيخ ممكن تجهزوهم كخليط جاهز للطبخ. ودي فكرة ذكية جدا، بدل ما كل مرة تطلعي البسلة لوحدها والجزر لوحده وتقعدي تجهزي. لكن لو بيتك بيستخدم كل واحد في أكلات مختلفة يبقى الأفضل تفصليهم. يعني التفريز مش له شكل واحد عند كل الناس، حسب ما انت متعوده وحسب ما انت بتشوفي الافضل ليكي وبتعمليه. انت بتفرزي على حسب مطبخك مش على حسب فيديو شفتيه. تاني حاجة الملوخية من أكتر الحاجات اللي بتستحق الاهتمام في موسمها، خصوصا لو البيت بيحبها. لكن لازم تهتمي بالنظافة والتجهيز والتعبئة، والأهم تقسيمها حسب الكمية اللي بتحتاجيها. لأن الكيس الكبير اللي بيفك 3 مرات مش بيوفر وقت، لو كل مرة هتفضلي تفكي منه هتهدري الكمية وهتبوظيها. هو طبيعة اي حاجة متفرزة ومتلجة بتطلع من الفريزر تنزل في الحاجة السخنة على طول مباشرة، ما نستناهاش تفك عشان مش تتأكسد ويتغير لونها. بالنسبة للبصل والثوم، هنا بقى عندي نصيحة عملية جدا. لو انتي اصلا بتستخدمي البصل والمفروم والثوم بشكل مستمر، تجهيز كمية مناسبة منهم ممكن يوفر عليكي وقت كبير جدا. لكن برضو ما تعمليش كمية اكبر من استهلاكك، اعملي اللي يكفيك لفترة معقولة واكتبي التاريخ عليها علشان تاخدي القديم في الجديد. اهم قاعدة في كل التفريز تقسيم الكمية. انا شايفة ان دي من اهم نصائح الحلقة ديت يا بنات او الفيديو ده. ما تعمليش كيس واحد كبير وتقولي انا كده وفرت، اعملي اكياس صغيرة او متوسطة، كل كيس على حسب استخدام البيت. لانك لما بتيجي بتطبخي بتاخدي الكمية المطلوبة وتسيبي الباقي متجمد او متجمد في الفريزر عندك، وده بيريحك وبيقلل الهدر جدا. اكتبي على كل كيس النوع والتاريخ ولو محتاجة الكمية طبعا. يعني مثلا كمية طماطم وانت بتفرزيها، كمية لما تبقى كمية كتيرة اكتبي دي للمحشي، لان احنا بنحتاج كمية كبيرة للمحشي، دي للخضار، دي لكذا. لان بعد شهر او شهرين مش هتفكري الكيس ده معمول امتى، يعني انت هتنسي. فانت لما تكتبي كل حاجة على الكيس ده بيوفر عليكي كتير. مهم جدا نستخدم الاقدم قبل الاحدث بدل ما نفضل نشتري وننسى اللي موجود. طب ايه اللي بيبوظ التفريز يا ام اياد؟ اول حاجه الاكياس المليانه زياده، ما تمليش الكيس لاخره. التاني حاجه فض الهواء الكتير جوه الكيس، لان ده فعلا بيبوظ جوده الحاجه المتفرزه. تالت حاجه اننا ندخل الاكل وهو لسه سخن، يعني ممنوع ندخل اكل سخن الفريزر يا بنات، ده برضو بيتاكسد وبيبوظ جوده الحاجه، بدل ما تقعد معاكي 6 شهور بتقعد شهر او شهرين وطعمها بيتغير. رابع حاجة اننا نحط كميات كبيرة جدا مرة واحدة من غير ترتيب، وده غلط. لازم نرتب ونكتب التاريخ ونظبط الامور الاقدم فالاحدث.
خامس حاجة اننا ننسى الفريزر ونفضل نشتري جديد فوق القديم، يعني نقعد نشتري ونقوم في الفريزر واحنا اصلا ما خلصناش القديم. وعشان كده كل فترة افتحي الفريزر وشوفي الموجود، مش كل مرة لازم تشتري. ولو عندك كميات كبيرة ومستغنية عنها وانت جه عليك الموسم، يعني مثلا احنا اليومين دول موسم المانجا، جه علينا الموسم انا عندي مانجا كتير قوي في الفريزر، ممكن اطلع من اللي متفرز اطلعه صدقة. ده مش ده حاجة جميلة جدا ان انا اطلع منه، اطلع صدقة اكياس كده متجهزة ومتكيسة ومتلجة، اطلع صدقة في حد قريب منك، تطلعي كذا كيس من القديم وتدخلي الجديد لو الدنيا متوفرة معاكي. ومش بصي يعني الصدقة دي لها عظيم عند ربنا، يعني حاجة ما تتخيلهاش، يعني في نفس الوقت هتوفري كتير وفي نفس الوقت هتاخدي ثواب كبير. وممكن تكتشفي ان عندك اكل يكفيكي ايام وانت اصلا كنت فاكره ان الفريزر ده فاضي. وهنا نيجي للتوفير حقيقي. وطبعا عايزه اقول لكم كل فتره، يعني كل شهر او شهرين تدعبسي في الفريزر، يعني تفصلي الفيشه وتطلعي كل حاجه وهي متلجه على صينيه، وتبتدي تنظمي حاجتك، يعني ايه اللي موجود واللي مش موجود، عشان احنا بننسى يا بنات. وهنا عايزين نيجي للتوفير الحقيقي. انا عايزه اقول حاجه مهمه جدا، مش كل حاجه رخيصه لازم تتفرز. لو كيلو الخضار نزل سعره لكن انت هتشتري كميه كبيره مش هتستخدميها، يبقى مفيش توفير كده. لكن لو انت اصلا بتشتري النوع ده كل شهر وسعره نزل وعندك مساحه مناسبه وهتجهزيه بطريقه صح، هنا فعلا ممكن يكون في توفير. يعني قبل ما تقولي ده رخيص اجيب كتير، اسالي نفسك 3 اسئله: هل احنا بنستهلكه؟ هل عندي مكان احفظه فيه؟ هل الكميه دي هتستخدم فعلا؟ لو الإجابة لأ سيبيه، مش كل تخفيض اسمه توفير. بالنسبة بقى لرمضان والدراسة، وده السبب اللي خلاني أحب فكرة تفريز قبل رمضان والدراسة، لأن المشكلة مش بس في الطبخ، المشكلة في إن اليوم نفسه بيبقى مليان. وبيبقى مثلا عندنا في الوقت ده وقت رمضان في حاجات من الأكلات اللي بنفرزها مش بتبقى موجودة، فاحنا بنضطر إن احنا نفرزها قبليها بشهور. ولما يكون عندك أولاد في الدراسة ومذاكرة وشغل بيت ومصاريف وتحضير أكل، أبسط حاجة جاهزة في الفريزر ممكن تفرق معاكي جدا في الوقفة في المطبخ وتوفر عليكي كتير. فمش لازم كل يوم تعملي وليمة، لكن لما تلاقي خضار متجهز وصلصة جاهزة وبصل مفروم أو حاجة متقسمة لوجبات، ده كده وفرتي على نفسك خطوة جميلة. والخطوة دي لما بتتكرر كل يوم بتتحول لساعات. واهم حاجه ما تحمليش نفسك فوق طاقتك. انا مش عايزاكي تخرجي من الفيديو وتقرري ان لازم تفرزي 20 صنف، لا، ابدأي بالحاجات اللي بتستخدميها فعلا. اختاري من 4 أو 5 حاجات اساسيه، جهزيهم بهدوء، رتبيهم، اكتبي التاريخ. شوفي احتياج بيتك، لان الهدف مش ان الفريزر يبقى مليان، الهدف ان حياتك تبقى اسهل. وفي الاخر كده عايزه اقول لكم، يمكن كيس خضار متفرز شكله حاجه بسيطه كده، لكن وراه مفكره، فكرت في بكره. فاهمين؟ يعني عايزه اوصل لكم، يعني مش مهم في كيس الخضار اللي هتفرزيه، المهم ان انتي في هنا فكرت في بكره، فكرت انها توفر عليها وقفه مطبخ، وفكرت انها توفر حاجات ومجهود ووقفه وتعب. قالت انا بدل ما اتعب نفسي كل يوم هعمل جزء من الشغل دلوقتي عشان اريح نفسي بعدين. وعشان كده انا مؤمنه ان التفريز الصح مش مجرد حفظ اكل، التفريز الصح هو انك توفري وقت وتقللي هدر وتعرفي تديري ميزانيه بيتك بذكاء. عايزه اقول لكم وعايزه منكم تقولوا لي في التعليقات ايه اكتر حاجه بتحبي تفرزيها في قبل رمضان، وايه هي الحاجه اللي جربتي تفرزيها قبل كده وما طلعتش معاكي كويس. يمكن تجربتك تفيد ست بيت تانية.